32 مليون راس ديال الغنم، والدعم توقف، وعيد الأضحى نهار 27 ماي 2026. ولكن الأسعار شاعلة فيها العافية والمغاربة مقهورين. شنو واقع بالضبط في هذه الأسواق؟ واش بصح كاين نقص في الغنم ولا هذه غير هضرة؟ الأرقام كتقول مشاهدينا الكرام باللي كاين أكثر من 32 مليون راس، يعني القطيع الوطني تعافى مزيان. ولكن المفارقة العجيبة هي أن الثمن ديال الحولي السردي فات 4300 درهم. المواطن كيشوف هادشي وما متيقش، القدرة الشرائية طاحت الأرض والناس محتجة. واش هادشي عنده علاقة بقرارات الحكومة؟ في هاد 2026 الدولة بدلات الاستراتيجية ديالها، مشينا من حقبة الاستيراد اللي تقامت ب 11 مليار درهم في 2023 و 2024 لحقبة السيادة الغذائية اللي تقامت غير ب 437 مليون درهم. يعني حيدوا إعفاءات الاستيراد وركزوا على دعم الكسابة والإنتاج المحلي. ولكن واش هذا الإنتاج كافي باش يغطي الطلب ديال المغاربة كاملين؟ الإحصائيات الرسمية لوزارة الفلاحة كتأكد باللي ما كاين حتى شي مبرر للغلاء. عندنا 23 مليون راس ديال الغنم و7 مليون ديال الماعز، يعني العرض فايت الطلب بمستويات مريحة جدا. إذن لاش هاد الزيادة الخيالية في الأسواق؟ وأجي نشوفوا الأثمنة في فرحبة الغنم شحال وصلت. بورصة الرحبة هاد العام شاعلة، السردي المزيان واصل ل 75 درهم للكيلو، يعني كيتراوح بين 3500 و 4300 درهم في كازا ومراكش، والبركي واصل 3100 درهم. وحتى السلالات المستوردة اللي كانت رخيصة ما تهبطش على 2000 درهم. الكسابة شادين في الثمن وما باغينش يطيحوا. ولكن شكون اللي كيزيد يشعل هاد العافية قبل ما يوصل الحولي للمواطن؟ هنا فين كيبانوا الشناقة أبطال هاد الأزمة. الكساب كيبيع بثمن معقول في الضيعة باش يغطي مصاريفه، ولكن عصابات الوسطاء كيعارضوا الشاحنات في الطريق وكيخبيوا الحوالة المزيانين في كراجات سرية وسط المدن باش يخلقوا الندرة، وكيزيدوا أرباح طفيلية كتوصل ل 600 درهم في الراس. المواطن مسكين كيخلص ضريبة الجفاف وضريبة الشفارة. ولكن شنو موقف الحكومة من هاد الشي كامل؟ تصريح واحد ديال وزير الفلاحة أحمد البواري شعل غضب الشارع ومواقع التواصل. ملي قال الكسابة خرجوا للبيع شوية بشوية، بغيت الفلاح يربح شوية. هاد الهضرة خلات المغاربة والمعارضة يحسوا باللي الحكومة كتشجع الاحتكار وشرعنت الندرة على حساب الطبقة الكادحة. ومن غير الغلاء كاين فخ مالي آخر كيتسنى الموظفين. شنو هو؟ فخ الأجور المبكرة. الحكومة غتصرف الصاليرات نهار 22 ماي باش الناس يشريوا الحولي، ولكن الكارثة هي أن الموظف غيدخل في منطقة حمراء، غيبقى أكثر من 40 يوم بلا ريال بلا جوج حتى ل 30 يونيو. هادشي كيعني أزمة خانقة ديال الكرا والتطبيب. واش كاين شي حل أو منحة تعاون هاد الموظفين؟ هنا كيبان الشرخ الكبير وانعدام المساواة. قطاعات محظوظة بحال المالية والتعمير كيشدوا منحة العيد استثنائية بين 1000 و 3000 درهم، وقطاعات محرومة بحال الصحة والتعليم والجامعات 0 درهم. النقابات كطالب بتعميم المنحة حيت العيد كياكل أكثر من نص صالير ديال الدرويش. وهذا الضغط كامل شنو كيؤدي في المجتمع؟ هادشي خلى العيد يفقد القدسية ديالو ويتحول من شعيرة دينية للتراحم البورصة وأزمة مالية. الناس ولات كتلجأ القروض استهلاكية بفوائد مجحفة باش تشري الحولي وتهرب من حشومة المجتمع. وأصوات أخرى ناضت كطالب بالمقاطعة تحت شعار لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفي النهاية شكون المسؤول؟ فالخلاصة مشاهدينا الكرام، الأزمة ماشي أزمة إنتاج، بل أزمة حكامة ومراقبة. الدولة نجحت توفر القطيع ولكن فشلات تنظم السوق، والمواطن هو الضحية اللي كيترك وحيد كيواجه الشناقة. حماية الجيب ديال المغاربة كتحتاج تدخل زجري صارم. ما تنسوش تشاركوا معنا في رأيكم في التعاليق، واشتركوا في قناة شوف طالك باش يوصلكم ديما الجديد والتحليلات العميقة. تبارك الله عليكم.